أصدقائي صديقاتي، شلونكم أخباركم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد ووصفة جديدة وإن شاء الله يا ربي تكون تعجبكم. طبعا اليوم أريد أسوي كيكة الشاي بالبيت، خاصة هذه الأجواء من الشتاء وهاي هذه الأمور كلش مفيدة بالبيت وبالذات الأطفال لأن أكيد راح يجوعون بالليل. هنا عندي 3 بيضات مثل ما تشوفون، طبعا طقيتهم هنا حتى ما أطول عليكم. هنا عندي كيس فانيلا وكيس بيكنج باودر وكيس من العصير البرتقال. طبعا اللي عندها برتقال فريش خل تستخدمه، أنا الصراحة مخلصة برتقال فقلت مو بالضرورة أخلي هذا. هنا عندي كوب من الشكر، أقل الكوب 3/4 الكوب لأن عندي هذا العصير راح يصير حلو فخليه 3/4 الكوب. هذا الكوب راح استخدمه بكل شي، بالزيت وبالشكر وبالطحين. هسه تعالوا وياي نكمل فيديونا. اخفق الشكر والبيض، بنات اللي عندها الخفاقة الكهربائية تستخدمها. طبعا اني بما انه هي كيكة الشاي بسيطة وسهلة وردت اسهلها على الكل، على اللي عنده الخفاقة واللي ما عنده، تصير بكل الطرق. اني عندي طبعا بس اليوم رديت اسهلها عليكم حتى اللي ما عندها خفاقة هذه كلش بسيطة وبسرعة. هسه خلي الفانيلا عمود الزفارة مالت البيض، راح تطلع كيكة كلش هشة وتخبل. حوراء ماما لا توقعين الكاميرا، همي انا اخفق. طبعا هذه الكيكة تخبل وكلش تحبها العائلة، اني بنتي تموت على هاي الكيكة. حوري تحبيها؟ احب الزيت يكون هواي. طبعا هذا نص كوب من المقادير، هاي المقادير كلها على كوب الا الزيت نص كوب لان ما اريدها تصير كلش بس دهن. واللي تريد تخفقها بالحليب هم خلها تضيف لها عادي، واللي يريد بالمي هم ماكو مشكلة لان طعم البرتقال بها راح يصير يجنن. اضيف كوب من الحليب مثل ما قلت لكم، انتو بعد اختياري. في البداية ضفنا السوائل كلها، وطبعا الشكر والحلا مالتها انتو بعدين تذوقوها وتشوفون اللي تردوه، يعني اذا حلوة حيل سووها حلوة واذا تردوها وسط هي مال الشاي ما يصير حلوة حيل. هسه اضيف عصير البرتقال ينطيها طعم يجنن يعني يطغي على البرتقال نفس الطعم ينطيش بالضبط، بس البرتقال الطبيعي يكون القشر مالته تبرشيه وتصير يعني انتي تحسيها اطيب، بس هاي نفس النكهة تنطيش نفس الطعم. هذا الطحين تقريبا كوبين تاخذين من الطحين فتخلين تدريجيا. اني هسه راح اضيف تدريجيا. ايدك ماما احكي يلا، مو قلت اريد احكي وياهم؟ احكي بسرعة. يوم الطحين خلي الطحين دا تعلمكم حوراء هاي وسويناها هاي وهذا فعشان لا تكتلات ولا اي شيء ابدا، تبقين بالخفق المستمر هيجي حتى اي تكتلات ما تبقى عندك. هاي بعد ما كملت خفقها كل زين، هنا القالب عندي خليت بيه شوية من الزيت وقليل من الطحين حتى ما تلتصق عندي الكيكة. وهسه بالاخير اخير شي يلا اضيف البيكنج باودر حتى من يتفاعل رأسا الكيكة تنفش عندي. اني بهاي الاثناء عالقة الفرن على نار يعني عالية على شي. شباب وشباب ايش تردين من الشباب؟ تعالوا بنات انتهيتها حوري فارغ الصبر. شوية حطيها ماما حتى سكتي ماما. هنا فرقنا هالي الكيكة نعطيها دقة خفيفة حتى شنو يطلع من عندها الهواء. هسه خليها بالطباخ وبعد ما تستوي اكيد راح اراويها لكم. طبعا بنات اول 30 دقيقة بالفرن نهائيا لا تفتحون عليها الفرن، عوفوها الى ان تصعد 30 دقيقة وبعدين تشيكي عليها. باعوا شلون طلعت الكيكة مالتنا، اخذت من عندي وقت تقريبا 35 دقيقة. باعوا شلون صار شكلها من فوق، باعوا شلون تفتحت
يعني هذا دليل على منفشة كلش. هسه اريدها تبرد شوية، خل تبرد وارجع اراويها لكم. الكيكة مالتنا حبيت اقصها قدامكم. طبعا بعدها حارة هي، اني عادة ابردها. يلا اقصها يعني تصير كلش لينة. واو باعوا باعوا الجمال، باعوا الترافة اللي تجنن. باعوا اسفنجية كلش صارت. وهنا بنات لازم نحتاج من عندكم عاشة ايدك. هنا اقول لكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، في امان الله.